المعمار ناظم المرسوم أو الأسطى كما يسمى هنا باللهجة الدارجة هو من أبرز الذين يعملون في بناء المنازل بمدينة سامراء، لكنه تعرض في عام 2005 إلى حادث سبب له إعاقة جسدية إثر انفجار سيارة مفخخة أقعدته في المنزل حوالي 7 أشهر، وبإرادة قوية تحدى الإعاقة وعاد إلى مزاولة عمله بعد أن وضع له طرف في ساقه المبتورة. أنا دا أشتغل فمن حلينا من الشغل دا أتسوق من أسواق الحارث بديت أمشي إلى البيت أتمشى، فصار انفجار مفخخ سنة 11/4/2005. فمن صار انفجار رجلي رأسا انقصت، شظية بها وقصت رجلي، فظليت قاعد بالبيت تقريبا 7 أشهر إلى 8 ورجعت للعمل. وبما أن سمعته المهنية لم تتأثر بعد الإعاقة، فقد ظل الأهالي ينتظرون الأسطى ناظم لحين إكمال المنازل التي يعمل بها ليعود فيما بعد إليهم، لأنه بارع في عمله ويتميز عن غيره. كان قبل يشتغل وعادي، صارت الحادثة توقفنا عن الشغل 8 أشهر ما طلعنا نشتغل، فوراها عنده إرادة، هو حط طرف وقام شوية شوية وقلنا نشتغل. مارسنا الحياة، أي مارس حياة طبيعية عادي، يصعد 3 مترات عادي شلون قبل بالضبط. بالنسبة للناظم من أحسن خلفات البناء في مدينة سامراء، وقادر على عنده جودة بالعمل وعمله جدا مضبوط. وأنا صار لي تقريبا 3 أشهر 4 أشهر حاجز يمه أنتظر السرة لما وصلني السرة، لأنه هو معروف على مستوى سامراء وبناء مضبوط وجيد جدا. ومن خلال قصة السيد ناظم تبرز جليا الإرادة والعزم والتحدي لدى الإنسان الذي لا يستسلم لعاتيات الدهر مهما كبرت. بإرادة قوية وعزم واضح يستمر الأسطى ناظم بعمله في بناء المنازل متحديا الإعاقة الجسدية التي دهمته فجأة. لشرقية نيوز، عبد السميع عزاوي، سامراء.